لا بأس بأن تقرأ الحائض القرآن عموما ومن غير مس المصحف، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم. والقائلون بأن الحائض لا تقرأ القرآن اعتمدوا على أحاديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي تهم نساء الأمة وتعم البلوى بها. فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، ولاستفاض هذا كما استفاض نهي الحائض عن الصلاة والصيام والطواف حال الحيض. فالأقرب والله أعلم أن الحائض تقرأ القرآن كغير الحائض، لكنها لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. المصحف الذي في الهاتف الجوال أولا هو مجرد ذبذبات وإشارات إلكترونية، لا يأخذ حكم المصحف الورقي، ولو لم يسلم بذلك فالهاتف الجوال له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية. الشاشة الخارجية هي بمثابة الحائل، وعلى هذا فلا بأس بمس المصحف الموجود في الهاتف الجوال ولو على غير طهارة، لأن من يمسه إنما يمسه من وراء حائل، ومس المصحف من وراء حائل لا تشترط له الطهارة إذا كان وراء حائل كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. وعلى هذا أقول إن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ من المصحف الذي في الهاتف الجوال مطلقا حتى لو مسته، لأنها إنما تمسه من وراء حائل، والحائل هو الشاشة الخارجية.